أعلى ما فيك وأغلى ما فيك، مكان نعلك ونعال الناس والكلام ده منتهى الذل يعني. فممكن يسألني أقعد أتكلم معاه كلمتين كده ربنا يفتح صدره الإسلام. فلما يكون ده معرور وحاسس بذل كده وعار إنه هيصلي قدام عالم، ده يطلع إيه بقى؟ ليه هو قزم للدرجة دي؟ مش عارف يجهر بدينه إلى هذا الحد، في الوقت اللي عباد الكلاب وعباد الخنافس وعباد الفيران وعباد الضفادع والصراصير، في ناس إلههم الصرصار، يعبدون الصرصار من دون الله. وبعض المسلمين يحتجوا لهؤلاء، وتستغرب انت طبعا. لا يمكن يخطر على بالك دليل ان عفوا ان الامم، انا التبس عليا كنت عايز اقول معنى بس ذهني راح لمعنى اخر، ان كل امه لها نبي. كل امه لها نبي ينذرها دي خارج الموضوع، بس طالما جت على دماغي اقولها لكم عشان برضه ممكن حد يقابلها في الكتب، موجوده في كتب الفرق، ان الضفادع لا ربنا ارسل لهم ضفدع نبي، والصراصير في صرصور نبي، والفيران في فار نبي، وكل حاجه. طب انت جبت يا عم الكلام ده منين؟ يقول لك وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ايه؟ امم امثالكم. ماشي. يقول لك نضم له الايه الثانيه وما من امه الا خلا فيها نذير. مش لسه بنقول من امثالكم اهو؟ يبقى وما من امه اهو الا خلا فيها نذير، يبقى الضفادع لها وصلها نذير، ويبقى الضفادع مكلفه والصراصير مكلفه ومش عارف مكلفه والكلام ده. شوف اهو استخدم الايه؟ القران، مش كده؟ استخدم القران. ارجع لكلامي واقول واختم به ان احنا عايزين نفعل هذا القانون في انفسنا اولا، في بيوتنا ثانيا، لا نترك أولادنا أبدا يخالفون الله ورسوله. أول ما نصل إلى هذا سنتسنم ذروة العز. بدون هذا هنفضل زي ما احنا وأردأ مما نحن فيه. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تفعيل هذا القانون. ويقرأوا أواخر البقرة. أنتم عارفين أواخر البقرة النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. آخر البقرة في ليلة كفتاه. ليه؟ لأن فيها كل المعاني، فيها كل المعاني اللي الرسول التي أنا دندنت حولها الآن. وفيها أيضا أن الله عز وجل ما دعا مسلم أو ما قرأ مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا قال الله عز وجل له استجبت. تقرأ يقول استجبت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. أنا سعيد بلقاء أهل الطليخات، وأسأل الله عز وجل أن هو يجمعني بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإخوة في أماكنكم، الإخوة الأفاضل ابقوا في أماكنكم، وقت صلاة العصر اقترب.